فبراير سنة 1980 بمدينة بركان. حصل على دبلوم الإجازة الجامعية في قانون العلاقات الدولية وعلى الإجازة المهنية الجامعية تخصص التنمية الاجتماعية بجامعة محمد الأول بمشتى. درس العلوم الزراعية في الثانوية الفلاحية في بركان وحصل بها على البكالوريا الزراعية، وقد قضى مشواره الدراسي الابتدائي بمدرسة الإمام علي الإثنين والإعدادي بإعدادية الفقهية، حيث عرف بصوته المميز في تجويد القرآن الكريم من خلال مشاركته بالأنشطة الموازية المقامة بالإعدادية. له اهتمامات بالمجال الجمعوي والاجتماعي، فقد عمل كوكيل للتنمية الاجتماعية، وكانت مهمته تدريب الشباب على البرنامج الخاص بمهارات سلوك الحياة ووحي القواعد، إضافة إلى وساطته الميدانية في مجال الإدماج المهني للشباب. واشتغل كوسيط للصرف العائلي بجمعية الأعمال الاجتماعية للجالية المغربية، وكذا منسق مشروع التنمية الزراعية بجمعية النهضة لتدريب الشباب على مهارات الزراعة لتسيير الإدماج في عالم الشغل. كما شارك في منتديات وملتقيات جهوية ووطنية، كملتقى قرية الشباب للأسية بالرباط، واستضيف للحوار في برامج إذاعية اجتماعية بإذاعة أوجتا. أما في الميدان الفني فقد ترافق الفن مع طفولته، حيث شارك في مسرحيات ومهرجانات الأنشودة في التسعينات، كما حاز على المرتبة الأولى في المسابقة المحلية لتجويد القرآن، والتي نظمت للمؤسسات التعليمية بمدينة بركان ممثلا آنذاك إعدادية الفقهية. أما في مجال الشعر فكانت أولى كتاباته الشعرية مبكرا، وقد نشر البعض منها في بعض الجرائد الوطنية والمحلية. كما شارك في المسابقة التي نظمتها المجلة الأدبية العربية ديوان العرب لسنة 2007 في المسابقة الشعرية العربية لحظات من حياتي، إذ فازت قصيدته وحلفت بالقسم اليمين. وتم إصدار ديوانه الأول في خاطر فخودين في شهر رمضان الأزرق سنة 2012. والشكر. شكرا للأخت حنان نزيف، وأقول لكم يا سادة يا كرام مرحبا بنا جميعا بين أحضان هذا الحفل البهيج. أود أن أضيف إليكم أن الاتحاد ينظم شعرا ويعشق الكلام الساحر. قيل الكثير عن شعر عبد الله، وقيل الكثير عن المرأة التابعة لآسيا ومريم وخديجة وكثيرات. والشعر قال في المرأة أم الأبطال وصانعة الرجال وحافظة المثل. أهلا بكم حضورنا وإلى قراءة شعرية ترسل المودة والكلمة الطيبة التي تشبع الروح وتخاطب الوجدان. ومباشرة معنا صاحب الديوان في خاطر ترقدين، ونرد إليه بعض شعره فنقول له: أنت في الكلمات ولهفنا وهل تنجي المناجم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أستأذنكم أولا لأقدم بالغ الامتنان والشكر لكم أولا الحضور الكريم، وأخص بامتناني الأساتذة الذين أتوا من مدن مجاورة ولبوا الدعوة للإدلاء برأيهم في كتاباتي، غير أني
غير أن لي شكرا خاصا للسيد مندوب وزير الثقافة بالناظور، والذي منحني دفعة معنوية جد مهم لتنظيم هذه المناسبة، كما أنني ممتن للغاية لجمعية الاتحاد النسائي وخصوصا العضوات الأستاذة رئيس الشرعي. لا أنكر أن الشعر بحث وأني لست غواصا، لكن اعذروني فأنا أعشق تحدي الأمواج، وأنا لست شاعرا ولا أبحث أن أكون، فأنا فقط أعشق الشعر وأستمتع بأمواج بحوره. ولذا أطمئن وأقول لكل من تهمه الأصول أن عشق اليراعي هذه عشق أصيل، باللحن أرسم شمسه عند الأصيل. من قال إني شاعر لا لست، كلا، إنما أرجو بشعري أن أرد له الجميل. إذن وكأي مبتدئ في خطوات عالم التأليف أجدني متحفزا أن أتشاطر معكم حكاية عن كيفية البداية، ولو أن لكل قصيدة حكاية، بل قل كل بيت ولكل كلمة حكاية وتاريخ نقش في ذاك الديوان. لقد ابتدأت النظم منذ الصغر، لم أكن متخصصا، لكنني كنت عاشقا للكلام ذا المعاني والأوزان، ولربما أجدني مجبرا لأكشف لكم عن طريقة أرخت لمنعطف في حياة الشاعرين. أذكر وأنا ابن ال15 أو يزيد أنني جمعت كل نظمي بعد أن استجمعت كل مشاعر الحمق والغيظ من لم يعيروا اهتماما بقصائدي آنذاك، فأحرقتها جميعا. لكنني سرعان ما أمسكت ورقة ويراها وأسرعت وشرعت أندب القصائد المحترقة بقصيدة أخرى قائلا: أحرقت شعري لم يكن عذري بأني لا أبيه، ما بالجهالة أشتكي لكنما قلبي حزين، قلبي اكتوى الآلام حتى كاد يطفح بالأنين، لست الذي يعليه شعره بين كل العالمين، فلتندهر يا شعر هل لن يبكيك صاحب أو قريب. أنا ذلك بعد تلك الطرفة قررت أن أحتفظ بالشعر لنفسي، فالشعر لي كالعسل للنحل، والنحل لا يصنع العسل لأحد بل لنفسه، لذا تجده يسلم الصنع. لهذا كنت أكتب لنفسي أو للخاصة ولخاصة الخاصة من أحس باهتمامهم، فالقصائد فريدات كبد خاطري لا يمكن أن أرى الغير يعبث به. وقد كتبت في كل موضوع همني، كتبت عن الوقائع والأحداث، عن المآسي والأزمات، عن الآمال والأحلام. لكن حين قررت وعلى عجل الانتقال إلى عالم النشر، قررت أن أكتب في موضوع لا موضوع لا موضوع محدد له، موضوع حمال أوجه ومتجدد المعاني، مرآة تري كل ناظر لها صورته هو. إذ رغم اتضاح موضوع الحب والعاطفة وسيادته على المواضيع الديوان، إلا أن بين طيات القصائد لوحة تشكيلية يمكن قراءة ما يمكن قراءته تحت قسماتها. أما الذين اعتبروا موضوع الحب الذي هم حوله الديوان موضوعا لا يستحق كل هذا الكلام، لهم أقول كما قال أظنه الحلال من قبل: إني بين من لا يدري ما الهوى لو أصابني قالوا جن البلي. إن عالم الشعر لا
يتواجد بين أرض الواقع وسماء الأحلام، عالم وسط عالمين. إن الشاعر ليس بالضرورة مؤرخ للآلام ولا حالما في الآمال، بل هو الساكن في منزلة بين المنزلتين. لذا أجدني أقص على أعزائي عذال قصائدي والذين أذلوني في فرط الهوى أن الحب روح الإنسانية. الحب هو الذي سيذيب جليد العلاقات الانتهازية والباردة والصدمات المتشنجة. وبدون مبالغة، الحب هو منقذ هؤلاء البشر من خطر التحشر. إذا قلت في الديوان أحسنوا للعاشق الولهان فهو كحزام الأمان، أحسنوا للحب فلو غاب لنارت الأرض على القتال وانخسف المكان. بقي أن أشير إلى أنني لم أزن شعري لأني قصدت أن أجعله نثرا موزونا، إلا أنني كنت أكتب على السليقة أبياتا توزن لوحدها، فبدا كما لو أن كسورها أخطأ، رغم أني وأطبقكم القول لم أزنها ولم أقسمها عروضيا ولا اخترت بحرا ولا يبحر. ودونكم مثالا لم أختر لها أي وزن لأجل فيما بعد وبعد طبع الديوان أن القصد على بحر متقارب. عزيز على الكسر يا كاسري ولو كنت تسكن في خاطري، ولو كنت بالعشق لي آسري فقد مل قيدي وصار قلادا، وقد ضاق سجني ومل عنادا، فأصبحت حرا غدا ناظري طليقا فتعب عليك اغتيادا. تخوفني أن أظل وحيدا وفي وحدتي أستعيد السعادة، وفي وحدتي أستعيد السعادة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لشاعرنا، وسنحاول أن نرد عليك سيدي بأبيات نخالها شعرا. قرأت شعرا فاستعبدتنا، وعندما أقنعتنا صرنا أحرارا. إن كان لديك يا شاعرنا بقية مما يرفع به الكرام فهاتنا. العقود والحلي غالية ثمينة، لكن أغلى منها وأثمن ما قيل شعرا. نتمنى لك مزيدا من التوفيق في كلمة نظيفة التي حولتها بأحاسيسك الفنية إلى رياض الأنس وبستان السعادة وجنات السرور. ونعود بك. Jangan kada.